الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، بيحب العلاقات الاجتماعية وبيحب التعامل مع الآخرين. والله عز وجل خلقنا شعوبا وقبائل. ليه؟ لنتعارف، يكون ما بيننا تعارف، ما بيننا تعامل، ونقدر نقيم علاقات اجتماعية مع بعضنا البعض. الحقيقة الإنسان اللي بيكون عنده علاقات اجتماعية كتير ده بيكون ليها مردود إيجابي جدا عليه وعلى صحته النفسية، بترفع من ثقته بنفسه، كمان بتغير مفاهيمه وبعض الحاجات اللي بيكون معتقد فيها اعتقادات خاطئة، ولكن لما بيحتك بالآخرين المفاهيم دي بتتغير، بتخلي عنده قدر من السعادة. على خلاف الشخص الوحيد اللي ملوش علاقات اجتماعية خالص، مش بيحتك بحد، ده بيكون له أثر نفسي ومردود سلبي عليه. والحقيقة على الرغم من أهمية العلاقات الاجتماعية ووجودها في حياتنا، إلا إنها في بعض الأوقات بتكون سبب في مشاكل كبيرة لينا. بمعنى إن ممكن يكون عندي علاقات اجتماعية واسعة، ولكن الآخرين اللي أنا ليا علاقة بيهم بيحبوا يتدخلوا في حياتي جدا ويعرفوا تفاصيل حياتي، ولما يعرفوها يبدأوا يتكلموا عني وينشروا أخباري، سواء كانت أخبار إيجابية أو أخبار سلبية. ومن هنا الشخص اللي ملوش علاقات اجتماعية واسعة وكبيرة ووحيد يقول أنا عشان كده ما بحبش يكون ليا علاقات مع الناس، أنا بحب أكون في حالي جدا، لأن أنا ما باخدش من العلاقات دي إلا المشاكل الكتير والقيل والقال.